السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناة فكرتنا في مطبخنا مع أفكارنا الجديدة صفاتنا المتنوعة. النهاردة هعمل معاكم وصفة للمكرونة جديدة ومختلفة جدا، حاجة كده فاخر من الآخر. طبعا المكونات معايا سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده. معايا علبتين تونة زي ما انتم شايفين كده، ومعايا بصلتين مقطعاهم وسط كده زي ما انتم شايفين مكعبات وسط، ومعايا بسلة سلقاها نص سلقة، يعني حطيتها في المية المغلية غلت غلوة وطفيت عليها على طول. ومعايا بتنجان زي ما انتم شايفين كده متقطع مكعبات ورشيت عليه ملح، قعدت نص ساعة في الملح وبعد كده لحد ما انزل ميته وبعد كده شطفته من الملح. ومعايا طماطم متقطع مكعبات، ومعايا كيسين مكرونة كده بوزن كيلو، اخترت ان انا اعملها بالمكرونة الصدفة. معايا بقى توابل ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ومرقة خضار. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. حط كده حلة مية على النار، مية مغلية زي ما انتم شايفين كده، انزل بقى فيها بالمكرونة. المكرونة يا حبايب قلبي احنا نسلقها نص سلقة، زي سلق المكرونة البشاميل بالظبط، لان لسه المكرونة هتكمل سواها في الفرن. كده حطيت كيسين المكرونة واسيبهم يتسلقوا، هحط معلقة ملح، اظبط الملح بتاع المكرونة يعني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي حطيت معلقة الملح. ومعايا بقى هنا بقى نبدأ وصفتنا. معايا صينية على النار حطيت فيها زيت، انزل بقى بالبصلتين. طبعا يا حبايب قلبي شايفين البصل متقطع ازاي. انا فضلت ان البصل يكون مش ناعم ولا كبير قوي، يبقى صغير كده وسط، عشان البصل هيتاكل مع المكرونة بالمعلقة. هشوح البصل شوية وارجع لكم تاني. وكده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده البصل بدأ يدبل والمكرونة خلاص اتسلقت نص سلقة، هصفيها من المية. شايفين البصل كده يا حبايب قلبي بشوح فيه لحد ما يبدأ ياخد اللون الذهبي، مش عايزاه يتحمر قوي. ودي كده شكل البصلة. هنزل بقى بالطماطم، وهحط نص كوباية مية زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. واحط بقى التوابل اللي انا قلتلكوا عليها. هقلب بقى يا حبايب قلبي كده التوابل مع الطماطم والبصل، واسيبهم اغطيهم واسيبهم يتسبكوا شوية واكمل معاكم الوصفة. معايا كده يا حبايب قلبي البولة فضي فيها البتنجان، ده البتنجان اللي انا كنت مقطعاه وسايباه في الملح زي ما قلتلكوا. هحط عليه معلقتين نشا كبار زي ما انتم شايفين كده. خطوة النشا مع البتنجان خطوة اساسية عشان البتنجان ما يشربش منكم زيت. هقلب كده النشا في البتنجان وابدأ احمره بقى. حط بقى البتنجان كده في الزيت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي انا بحط كمية البتنجان وما بقلبهاش غير لما احس ان هي بدأت تتحمر. وكده دي شكل الطماطم بعد ما اتسبكت زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا طفيت عليها، ده شكلها كده. ده البتنجان بقى خلاص قرب يتحمر اهو، ببدأ اقلب فيه. ما بقلبوش خالص اول ما بحطه عشان النشا ما تنزلش منه. واول ما البتنجان يتحمر هوريهولكم. كده يا حبايب قلبي شكل البتنجان بعد ما اتحمر هطلعه من الزيت واصفيه كويس جدا. شايفين شكله البتنجان زي ما قلت لكم كده. البتنجان طلعته، شايفين. ومعايا بقى المكرونه اللي سلقتها والتونه والبسله والطماطم اللي عملتها. هجيب بقى بولة كبيرة او حلة كبيرة احط فيها بقى المكونات بتاعتي. احط المكرونة كده يا حبايب قلبي وانزل عليها بالتونة واقلبها في الاول مع التونة عشان كل المكرونة تبقى واخدة طعم التونة. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي حطيت التونة. هبدأ اقلب المكرونة مع التونة.
وما بقلبش كتير في المكرونه، المكرونه كلها يبقى فيها التونه زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالبسله. البسله لسه سلقاها نص سلقه لان برضو لسه هتكمل سواها مع المكرونه في الفرن. هنزل بقى بالطماطم زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هقلب برضو. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي قلبت، وبعد كده هنزل ببتنجان اخر حاجه لاني مش هقلب كتير لان البتنجان عايزاه برضو يطلع كده واحده بوحدته. بجد وصفه المكرونه دي خرافه بجد، طعمها تحفه. جربوها بنفسكم هتعرفوا الطعم اللي انا بقولكم عليه ومش هتبطلوا تعملوها. هفضيها بقى في صينيه يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. كده انا فضيت المكرونه في صينيه بايركس زي ما انتم شايفين كده. هحطها في الفرن تكمل سواها وهرجع اوريها لكم. وده كده يا حبايب قلبي شكل المكرونه بعد ما استوى، بجد شكلها تحفه جدا. مش قادره اوصف لكم طعمها كان جميل ازاي. وهبدا بقى ارش عليها شويه خضره كده مع الوش بيدوها طعم جميل. بجد اتمنى بجد ان انتوا يكون عجبكم الفيديو وتجربوا الوصفه دي وهتعجبكم جدا. شايفين المكرونه ازاي بجد كل واحده بوحدتها. شايفين يا حبايب قلبي بجد جمال وعظمه. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وحقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم ومع السلامه.